يا جماعة، خبر محزن ومفاجئ هز الوسط الفني في مصر. رحل عن عالمنا ليلة أمس الملحن الشاب محمد كرارة بشكل مفاجئ، وده كان يوم عرفة المبارك. الوسط الفني كله في حالة صدمة وحزن على فقدان موهبة شابة. إيه اللي حصل بالظبط؟ وإمتى صلاة الجنازة؟ خليكم معانا عشان نعرف كل التفاصيل ونبعت له دعواتنا بالرحمة والمغفرة. ببالغ الحزن والأسى رحل عن عالمنا ليلة أمس الملحن الشاب محمد كرارة بشكل مفاجئ، وده كان يوم عرفة المبارك. خبر وفاته نزل كالصاعقة على الوسط الفني وكل محبيه. من المقرر إن تشييع جثمان الراحل هيتم النهاردة بعد صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بمنطقة قصر العيني. الشاعر الكبير محمد عاطف نعى الملحن الراحل محمد كرارة عبر حسابه على فيسبوك، وكتب كلمات مؤثرة بتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق العزيز الملحن الشاب محمد كرارة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه. كمان حرص عدد كبير من الشعراء والملحنين في الوسط الفني على نعي الملحن محمد كرارة، وكلهم عبروا عن حزنهم الشديد لفقدان زميلهم وموهبتهم الشابة. يذكر إن الملحن الشاب محمد كرارة ليه إسهامات بارزة ومهمة في مجال التلحين، وقدم أعمال كتير تركت بصمة، وكمان خاض تجربة الغنى في عدد من المناسبات، وده بيأكد موهبته الشاملة. رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إيه رأيكم في فقدان موهبة شابة زي محمد كرارة؟ وإيه أجمل أعماله اللي لسه فاكرينها؟ شاركونا في التعليقات ودعواتكم ليه. هل تعرفوا فنانين شابات تانيين رحلوا فجأة وسابوا بصمة؟ سيبولنا أسمائهم في الكومنتات تحت. وبكده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا لخبر رحيل الملحن الشاب محمد كرارة. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. لو الفيديو ده لمس قلبكم وحسيتوا إنه مهم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن أخبار الفن والمشاهير أول بأول. ولو تعرفوا حد ممكن يتأثر بالخبر ده، اعملوا له شير عشان المعلومة توصل لأكبر عدد ونجمع لمحمد كرارة أكبر قدر من الدعوات. شوفوا فيديوهاتنا التانية اللي هتلاقوها على الشاشة دلوقتي، ودايما نشوفكم على خير. مع السلامة.